يعتبر غار الجماعة ببلدية بوحمدان غرب ولاية جالمة تحفة سياحية نادرة وأسطورة بها أسرار دفينة يقصدها الزوار من كل حدب وصوب. ينتظر الزوار وأهل المنطقة من السلطات المعنية رعاية واهتمام لهذا المعلم التاريخي. فاطمة زهرة شماخ وشاهين الزيزبي. غار الجماعة موقع أثري نادر بولاية جلمة يكتسي أهمية تاريخية وأثرية كبيرة، تحول خلال الأشهر القليلة الماضية إلى وجهة سياحية بامتياز يقصدها المواطنون من كل حدب وصوب لاكتشاف هذه المغارة العجيبة التي تحوي تحفا نادرة. سمعنا بهذا غار الجماعة، راه الناس يزوروا من كل أماكن من الوطن ما شاء الله. يعني غار نتمناو برك السلطات يقوموا به برك شوية كليرة، شوية يقدروا الناس يشوفوه. حاجة تستاهل إنه الواحد يشقى ويشوفها، خاصة تستاهل الواحد كي يقضي فيها نهار كامل وقليل معايا. نتمناو شوية أمن. حسب الكتابات الموجودة على مداخل غار الجماعة، فإن أمما عديدة تعاقبت على المنطقة وبنت فيها حضارات على سفوح الجبال. احنا ماذا بينا تتهيئ وتتوفر لنا مسالك، يخدموا لنا مسالك وانفاق داخليه باه الزوار يوليو يتنقلوا من داخل بسهوله من اجل مشاهده هذه المناظر. يعني دركا راهي المناظر هذه راهو اللي يشوفها غير اللي غامر. باه تشوف المناظر هذه اللي هنا لداخل راك لازم تخاطر. بناء قرية سياحية صغيرة بجانب هذا المعلم ربما سيكون بداية لتحول كبير لقطاع السياحة بولاية جلمة التي تنام على كنوز سياحية ومعالم أثرية نادرة